السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى وأحسن متابعين في الدنيا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحشني والله جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعلها سنة كريمة علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها، وربنا يعني هنقول إيه، ما فيش بإيدينا إلا نقول يا رب، بس يا رب حش الوباء والبلاء عن الأمة. بجد يا جماعة الموضوع كتر يعني زاد عن حده أوي 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 أوي. موضوع زاد عن حده جدا 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 في حكاية كورونا. يلا الحمد لله. طبعا النهارده بقى أنا عايزة أقول لكم، بعمل معاكم الفيديو ده لأن احنا عارفين إن احنا الأيام دي في موسم البرسيم، الأيام دي في موسم البرسيم. فطبعا الناس بقى بتحاول بكل طريقه. يمكن انتوا ما شفتونيش ولا مره في الفيديو جايبه برسيم وباكل الطيور كتير، لان كل كام يوم اما اجيب لهم برسيم مره. فالحلقه دي والله قلت اعملها لكم بقى كده وحذركم من البرسيم بالذات. طبعا الناس ما بتصدق دلوقتي ان هي توفر اي علف، توفر اي حاجه، فبتجيب بقى باستمرار البرسيم باستمرار على طول قدام الطيور. لا يا جماعه ده غلط والله، وده سم للطيور. البرسيم مش وحش، مش سم، بالعكس ده البرسيم بيخلي الطيور تبيض وتبقى حلوه قوي قوي، وبسم الله ما شاء الله يعني ايه تتقل جدا، بس مش باستمرار، مش باستمرار، مش ل 24 ساعه، لا، طقه واحده في اليوم، بس طقه واحده في اليوم حتى لو كانت كبيره. حطي طقه واحده في اليوم الصبح اول ما تقومي كده من النوم، يكون الشمس طالعه، طلعي طيورك وزي ما انا بعمل كده واعملي. طبعا انتوا عارفين الفراخ بتموت في البرسيم، والبط والحاجات دي كلها بتموت في البرسيم، فاعمليها طقه واحده الصبح كل يوم. فحاولي بقى زي ما قلت لك كده بكل طريقه، حاولي بكل طريقه ان انت تقللي مش تقللي من البرسيم. حطي كل يوم مثلا وجبه. طبعا انا البرسيم بس يا جماعه، فانتوا حاولوا بكل طريقه بقى ما تكتروش من، يعني مش ما تكتروش من البرسيم، لا، ما تحطيش كل يوم زي ما قلت لك. حطي في اليوم الواحد وجبه، حطي في اليوم الواحد وجبه زي ما انا حاطه كده، زي شايفين الطيور ما شاء الله ما شاء الله. هي يعني شايفين كمان يا جماعه، عايزه اقول لكم ملاحظه. الفراخ عشان مولفاها على الدقيق وكده، فكانت في شكاره معايا فنزل منها شويه دقيق. الشكاره دي كان فيها البرسيم، نزل منها شويه دقيق. الفراخ سايبين كل حاجه وبياكلوا في الدقيق اهو زي ما انتم شايفين. طبعا ان شاء الله باذن الله البط هيكبر وهيتقل معاك وهيبقى زي الفل. كتري، ايوه كتري من البرسيم، يعني كتريه في الاسبوع، ما تكتريش كل يوم. يعني كل يوم حطي وجبه بس واحده على عيش بقى. لو عندك مثلا عيش مدشوش، حطي العيش المدشوش على البرسيم، على الدشيش، على العلف، على ده كله، وفركيه مع بعضيه. بس يا جماعه تحذير، ما حدش يحط ميه، ما حدش يحط ميه على اي حاجه للطيور. اهو شايفين يا جماعه الدقيق، سايبين كل حاجه وعمالين ياكلوا في الدقيق، لان هم مولفين على الدقيق. انا ما باكله لهم على طول، فالحمد لله عشان كده يعني ايه مخلي نسبه الكالسيوم عندهم عاليه، ما فيش حاجه بتاكل في بعضيها. طبعا شواط البط ده، وده هم اللي بيقولوا لي من البط اللي انا كنت اللي ذبحته قدامي. لا لقيت ما لقيتش فيهم جسم خالص، قلت خليهم بقى البطه دي بقى كانت بتنزل تحت عندي في الشقه على طول. فايه فكتفت لها كده، كتفت لها رقبتها كده عشان جناحتها عشان ما تجيش هنا. افكهم بس كده عشان انا ماسكه التليفون بايد واحده. خلاص مش مشكله، ابقى امسكها في اي مره ثانيه واعملها. بس ان شاء الله باذن ربنا انا هعمل لكم حلقات تانية باذن الله عن الحاجات اللي هي بتسبب سم للطيور وبتسبب فيروس للطيور. طبعا احنا الايام دي معلش يعني كلكم استحملوا الايام دي، كل حد يعني ايه يحرص من كل حاجه، لان احنا يا جماعه الايام دي في مرحله خطر جدا جدا، في مرحله خطر بتخلي اي حاجه، اي فيروس، اي حاجه تيجي في معده اي الطيور على طول بتجيب لها فيروس الانفلونزا. فاحنا نخلي بالنا، نكتر الايام دي يا جماعه. بتاع الكلور يا جماعه، الكلور حلو جدا. اللي بيقول لكم الكلور بيحرق المصارين، والله ابدا. انا ماشيه بطيوري مع طيوري عليه الفتره دي، مش كتير، انا ما بقولكش كتير. املى غطا الازازه وكبيه في 2 لتر ميه، غطا ازازه على 2 لتر ميه، كبوه لطيورك الصبح بدري، هيغسل المعده بتاعتهم قبل ما تحط لهم اكل، قبل ما تحط لهم اي حاجه. حط لهم شويه كلور، بعد ما تحط لهم الكلور ويشربيه حط لهم شويه، نص كوبايه خل، نص كوبايه خل مركز اللي هو خل التفاح ده، كبوه لهم في الميه.
سيبك بقى من العلاجات والمضادات الحيويه والوش والكلام ده كله اللي انت بتجيبيه، ما بيعملش اي فايده خالص. طبعا انا جايبه بقى البرسيم ده زي ما شفتونا كده في الجوله اللي في الغيط. جبت البرسيم ده كده بس رقد من امبارح بقى فدبل شويه، فانا برضو مش هحط للطيور كده مره واحده، انا هشيل البرسيم ده يعني هحط لهم على قد ما ياكلوا اهو. انا خرجت لهم ده وخرجتهم طلعتهم في الشمس. فانتوا لازم يا جماعه تخرجوا، لازم الطيور تبقى في الشمس، مش ل 24 ساعه، لا لازم الطيور في الشمس. كتر الكتمه والله للطيور هي اللي بتجيب لها الفيروس. ما تقوليش بقى ما فيش جرى بقى تقعد تقول لك مثلا لا طيورك تشم، مش طيورك تشم، لا مستحيل. لو طيورك في الشمس مستحيل هتشم اي حاجه. خليهم ياخدوا فتره الشمس وياكلوا ويشربوا وارجعي احبسيهم في الاوضه وطلعيهم برضو تاني في الشمس كده على طول. طبعا انا جبت بقى اللفت ده يا جماعه برضو جبته من الغيط اهو. هي دي جلطي في الغيط وكانت جوله بجد ممتعه جدا جدا. جبت اللفت ده كله ان شاء الله هبقى خزنه معاكم باذن الله. طبعا لسه هنضفه، لسه انا جايباه فوق دلوقتي عشان ما يبهدلش الشقه. هنضفه بقى وان شاء الله هعمله بطريقه حلوه جدا معاكم. والبرسيم والله ما وحش، بس هو يا جماعه برضو الفتره دي تحرصوا، لان اي حاجه بتنزل زي ما قلت لكم في بطن الطيور يعني اي حاجه احنا مش ضامنينها بتسمم الطيور وبتخليها طبيعي بتجي لها الانفلونزا. فبدايه انا عملت لكم برضو فيديو قبل كده، مجرد انك تلاقي العرف بتاعه ازرق ما تستنيش، ما تقوليش لا هيخف، لا مش مستحيل هيخف. مجرد انك تلاقي العرف قلب الازرق اذبحيها الفرخه قبل ما تخس وقبل ما الفيروس ينزل بطنها. طبعا في ناس تقول لها هناكل مش عارفه ايه، لا يا جماعه مجرد الحاجه ما تعبتش، اول ما الحاجه ما تتعبش خلاص هي ما فيهاش اي حاجه، ومجرد تغليها مره واتنين على البوتاجاز خلاص اي حاجه بتطير منها، ما بيبقاش فيها فيروس بقى ولا بيبقى فيها اي حاجه خالص. وطمني وتوكلي على الله. انما لما تسيبي بقى الحاجه تعمل تتعب وتكش وتعمل وتاجي في الاخر تضيع بقى عليكي تعب الايام كله، تعب السنه كلها واكل السنه كلها، فدي اللي حاجه يعني حرام. فانت مجرد ربنا بس ما يجيبش بلاء ولا يجيب اي حاجه. ان شاء الله باذن الله هنعدي المرحله دي على خير. شايفين الارنبه بقى النونه الصغيره دي، دي جميله قوي، وهي اللي بقت لي من الارانب كلها هي والذكر الكبير. انا عملت بقى الجوله في السوق والله وما جبت اي حاجه يا جماعه، لاني مش هجيب حاجه من السوق، مستحيل اجيب حاجه من السوق لاني مانيش ضامنه الحاجه من السوق. السنه اللي فاتت حصل لي الموضوع ده وموت الطيور كلها، واحنا في فتره عصيبه وفي فتره صعبه، فاحنا نتجنب بقى طيور السوق ونتجنب بقى اي حاجه، ما نجيبش الا من اماكن موثوق منها. والطيور رخصت دلوقتي، الطيور الصغيره رخصت جدا دلوقتي، فحاولوا بكل طريقه تجيبوا من اماكن موثوق منها، ما تجيبوش من اي اماكن وخلاص. طبعا البرسيم بيكتر البيض عند الفراخ، احنا عارفين الموضوع ده كله، ده بيكتر البيض فعلا جدا عند الفراخ بس مش بكترته. على الرده حلوه قوي قوي والله يا جماعه، كذا فيديو اقول لكم على حكايه الرده الخشنه دي، حلوه جدا 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 للطيور. فحاولوا تخلوا الرده باستمرار قدام طيور، انها كل الطيور ما تاكل والدهون تكتر على المخرج وعلى العنقود، الرده بتنزلها او السرس، يا الرده يا السرس. انما هم للبط مش حلو وبيخلي البط خفيف، الا لو حطيتي كميات قليله يعني، وبيخلي برضه البط يبيض، البط اللي هو بيرقد ده بيخليه يبيض. فربنا يستر بقى وربنا يعدل المرحله دي على خير، وان شاء الله يعني الناس ما نجتش بنفسها، يعني اللي تيجي في الطيور وتيجي في الحاجات دي سهله ان شاء الله. بس ويا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله شايفين اللي انا مخرطاه وشوقين لي. طبعا اللي بيموت في الحاجات دي هو الرومي، بيموت يا جماعه في الحاجات دي كلها. شايفين مسك بقى اللفت، مسك عروق اللفت وعمال ياكل فيها، بيحب قوي الحاجات اللي فيها حاجات زي البصل وزي الكلام ده، الكرات والكلام ده كله. بس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.